هل تخيلت يوماً أن طبق السلطة البسيط الذي نضعه إلى جانب وجبتنا قد يحمل في طياته قصة تمتد لآلاف السنين؟ نعم، السلطة ليست مجرد خضروات مقطعة بزيت وخل، إنها مرآة لحضارات وطبق تطور مع الإنسان منذ فجر التاريخ. تعال نغوص سوياً في حكاية السلطة من معابد الفراعنة إلى مطابخ العالم الحديث. منذ أكثر من 4000 سنة كانت أوراق الخس تزرع على ضفاف النيل. في مصر القديمة لم يكن الخس مجرد طعام، بل رمزاً مقدساً مرتبطاً بالإله مين؟ إله الخصوبة. وكان المصريون يضيفون له زيت الزيتون والخل وبعض الأعشاب في وصفة أولية جداً لما قد نسميه اليوم سلطة. بعدهم جاء الإغريق. كانوا يؤمنون أن تناول الخضروات الورقية قبل الوجبات يحسن الهضم، وأوصى بذلك الطبيب الشهير أبو قراط. كانوا يضيفون الزيت والخل مباشرة إلى الخضار الطازجة، وهو ما يشبه تماماً أولى صيغ الصوص أو التتبيلة. ثم جاء الرومان ليأخذوا السلطة إلى مستوى جديد. هم من أطلقوا على هذا الطبق اسم صلاتا من الكلمة اللاتينية سل، والتي تعني ملح، لأنهم كانوا يتبلون الخضروات بالملح والزيت والخل. واللافت أن هذا المزيج البسيط ظل حياً حتى اليوم. في العصور الوسطى تغير شكل السلطة وأصبحت أكثر تعقيداً، ليس فقط خضاراً خاماً، بل مزيجاً من النيء والمطبوخ مع إضافة المكسرات والأعشاب وحتى الفواكه. لم تكن السلطة مجرد غذاء، بل ترفاً يقدم على موائد الطبقة الثرية. ومع حلول القرن السابع عشر بدأ المفكرون والكتاب يهتمون بالسلطة كعنصر مهم في الصحة. الكاتب الإنجليزي جون إيفلين ألف عام 1699 كتاباً كاملاً بعنوان أسيتيريا A Discourse of Salads، وهو من أقدم الكتب التي تحدثت عن فوائد السلطة وأهميتها. وفي العصر الحديث بدأت السلطات تأخذ أشكالاً جديدة، خاصة في الولايات المتحدة. في عام 1896 قدمت سلطة والدورف لأول مرة في فندق والدورف أستوريا بنيويورك، وكانت مكونة من التفاح والكرفس والمايونيز. غريبة؟ نعم. لذيذة لبعض الناس جدا. ثم في عام 1924 وفي مطعم صغير في مدينة تيهوانا بالمكسيك، وقفل الشيف الإيطالي قيصر كارديني في المطبخ بعد أن نفدت معظم المكونات، فاستخدم ما بقي: خس روماني، جبن بارميزان، بيض، زيت زيتون، وعصير ليمون. هكذا ولدت سلطة القيصر التي أصبحت أسطورة عالمية. السلطة لم تتوقف عند حدود أوروبا أو أمريكا، كل منطقة أضافت لمستها الخاصة. في العالم العربي التبولة اللبنانية والفتوش الشامي هما رمزان لا يفترقان عن المائدة. في إيطاليا سلطة الكابريزي تحتفل بالبندرة والجبن والريحان. في تايلاند سلطة سومتام تمزج البابايا الخضراء بالفلفل والثوم وعصير الليمون. في كل ركن من العالم هناك سلطة تعبر عن هوية وثقافة شعب. اليوم تعتبر السلطة جزءاً أساسياً من كل نظام غذائي صحي، وطبقاً يتفنن الطهاة في تقديمه بأساليب إبداعية، من البسيط جداً إلى الفاخر جداً. بعض السلطات أصبحت وجبات بحد ذاتها، مليئة بالبروتين والحبوب والخضار والتتبيلات الغنية، وبعضها لا يزال يحتفظ ببساطته: زيت زيتون وليمون وكلمة، صحة وهناء. وفي النهاية السلطة ليست فقط مزيج خضروات، إنها قصة تتحدث عن الزراعة والصحة والتقاليد وحتى الدين أحيانا. إنها طبق جمع البشر عبر التاريخ رغم اختلاف ثقافاتهم وأذواقهم. لذا في المرة القادمة التي تتناول فيها طبق سلطة، تذكر أنك لا تأكل فقط خيارا وخسا، أنت تتذوق فصلا من تاريخ الإنسان. إذا أعجبتك هذه الرحلة فاستعد لما هو أعمق وأغرب. اشترك الآن في قناتنا معرفة وعلوم، لأن الفيديو القادم سيأخذك إلى قصة تاريخية أغرب من الخيال. قصص لم تسمع بها من قبل، ومفاجآت ستدهشك. لا تنسى تفعيل الجرس حتى لا يفوتك الجديد.